يعني كلهم ماتوا في نفس الوقت ومفيش اي علامه في اي جثه؟ مفيش علامه تقول ان حد قتلهم؟ ايه، سكته قلبيه جماعي؟ يا عم عبد الرحمن، ايه اللي انت كاتبه ده؟ حتى الكلب اللي معاهم على السفينه كانه متحنط. وايه يابا اللي سكتهم قلبيا؟ ايه، جن او كائنات فضائيه؟ لا، بقول لك ايه يا عم عبد الرحمن، مش هصور انا حلقه عن جن وكلام فارغ. عبد الرحمن استنى، طب هقول لك هصورها. لا هصورها. عبد الرحمن الحقني، عبد الرحمن انا بقيت كيس شيبسي. في يا جدعان عايزين نصور. في ايه؟ عبد الرحمن السكريبت بسرعه. القهوه فين؟ القهوه فين يا ابني؟ عبد الرحمن فين القهوه؟ يا اسطى انجز، يا اسطى انجز، عايزين نصور يا اسطى عبده. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من ادب علوم. سنه 1947 بتيجي اشاره استغاثه في حته كده في المحيط الهندي، بيسمع الاشاره سفن انجليزيه وهولنديه وامريكيه على كام محطه استماع دوليه. لحد هنا والموضوع طبيعي وبيحصل كتير ان سفينه تبعت اشارات استغاثه لما بيحصل لها عطل مفاجئ، او لما تقع في حكايه مع القراصنه، او يكونوا مثلا محتاجين اي مساعده. لكن اللي مش طبيعي الكلام اللي اتقال في الرسائل، واللي كان مرعب ومخيف. اول ما حددوا الموقع اللي جاي منه الاشاره بيبعتوا فريق انقاذ للمكان، وقبل ما يوصلوا المكان الصدمه بتقبل عليهم، واللي هيشوفوه بعد شويه هيبقى بعد كده من اغرب القصص البحريه واكثرها غموض لحد النهارده. ناخد شويه قهوه. قبل ما احكي لك التفاصيل عايز اقول لك ان دايما هكون على الدغري معاك، وان عمري ما هاجي ابيع لك اي كلمتين عشان المشاهدات. وعشان كده لازم اقول لك ان في اقوال كتير شككت في حدوث القصه بتاعتنا اصلا، ومش مصدقين انها حصلت وشايفين انها مجرد حكايه مسطوريه. حقهم، بس من حقي برضو احكي لك شويه تفاصيل هتخلي من الصعب جدا انكار اللي حصل. اولا، في عدد من السفن ومحطات الاستماع الدوليه اكدوا انهم سمعوا نفس الاشاره، وكمان اكدوا انها كانت رساله مرعبه وفريده جدا من نوعها. وانت كمان لما سمعك بعد شويه اشاره الاستغاثه هتعرف انها فعلا كانت مرعبه. وكمان عندك غفر السواحل الامريكي اللي كتب عن القصه في احدى منشوراته الموثوقه بعدها ب5 سنين. وكمان قصتنا حصلت سنه 1947، يعني بقى لها اكتر من 70 سنه، وما ظهرش اي تكذيب رسمي ليها لحد النهارده. وعايز تصدق او ما تصدقش، خليني احكي لك القصه وانت وشوقك بقى. نرجع القهوه واسمعك الرساله. جميع الضباط بما فيهم القبطان قد ماتوا، وهم يرقدون الآن في غرفة التخطيط، ومن المحتمل أن يكون الطاقم بأكمله قد مات. وهي دي كانت إشارة الاستغاثة اللي سمعتها أكتر من سفينة، وهم لسه يستوعبوا اللي سمعوه وما فوقوش من الصدمة. تيجي إشارة تانية بس المرة دي كانت مرعبة أكتر ومن كلمتين وبس: أنا بموت. وفجأة يتقطع الصوت. وكانت من السفن اللي سمعت الإشارة دي سفينة أمريكية اسمها سيلفر ستار، النجم الفضي، واللي كانت في الوقت ده بتعمل دوريات من الممرات المائية على سواحل ماليزيا. وبمساعدة بعض السفن التانية اللي سمعوا نفس الإشارة والمحطات الدولية قدروا يحددوا الموقع اللي طلعت منه الإشارة. حددوا إن هي طالعة من سفينة اسمها أورانج ميدان، أو زي ما تتعرف بعد كده بسفينة الأشباح، وكانت موجودة في نهاية مضيق ملك، وده هو ممر الشحن الرئيسي بين المحيط الهندي والمحيط الهادي. أول حاجة فكروا فيها إن هم يبعتوا إشارة لسفينة أورانج ميدان، لكن للأسف بعد إشارات كتير ما لقوش أي رد أو أي استجابة. بعد شوية رسائل فاشلة من قبطان سفينة سيلفر ستار يرفعوا حبتين جراءة ويقول لك يلا هنروح على سفينة أورانج ميدان. أول ما شافوا أورانج ميدان من بعيد لقوها كده بتنجري عماله تقوم على الميه. عرفوا من خبرتهم كبحاره ان الوضع كده ما يطمنش وما يبشرش باي خير، وخصوصا لما يربطوا مشهد عوم السفينه على وش الميه مع الاشاره اللي سمعوها من شويه اللي كانت بتقول كل الافراد ماتوا. كل ما كانوا بيقربوا من السفينه كان خوفهم ورعبهم بيزيد، لانهم مهما قربوا ما بيشوفوش اي حد على سطح السفينه او جواها. وزي ما قلنا لقوها عايمه مع الموج من غير اي تحكم في عجله القياده. قربوا جدا من أورانج ميدان ولكن بحذر وخوف، وحاولوا يبصوا حوالين السفينه ويبصوا جوه كويس على اي حد يقدروا يلمحوه جوه السفينه، ولكن للاسف ما فيش غير الهدوء التام والصمت الرهيب. الصمت ده عايز شويه قهوه. ثانيه واحدة. كل الانوار مطفيه والمحركات كمان ما كانتش شغاله، فبداوا يطلقوا صفيرات الانذار عشان لو حد موجود ومغمى عليه ممكن يفوق من الصوت ويرد عليهم. ولكن للاسف لا حياه لمن تنادي. بعد محاولات كتير كلها فشلت. بعد ما سيطر عليهم فضول اكتر من خوف بيرفع حبتين جراء كمان ويقرر انهم لازم يدخلوا للسفينه أورانج ميدان. يطلعوا على ظهر السفينه وهم متاكدين ان اللي مستنيهم اكيد مناظر بشعه. كان اسوا شيء يخطر على بالهم انهم يلاقوا بعض افراد السفينه او كلهم اللي واخد طلقه في نص دماغه او اللي لابس سكينه في بطنه على ايد القراصنه. لكن عمرهم ما كان هيجي في بالهم بالمنظر اللي هيشوفوه بعد ثواني. بيلاقوا جثث مرميه على الارض بس ما فيش ولا طعنه
ولا سكينه ولا طلقه رصاص، وبيبدا الغموض والرعب واللحظات الجايه هتمر عليهم ببطء رهيب وذهول، ومفيش حد هيقدر يتكلم. كل الجثث كانت مرميه على ظهرها وايديهم ممدوده قدام جسمهم، وكانهم بيتخانقوا مع حد او بيدافعوا عن نفسهم عن حد فوقهم، حد مختفي محدش شايفه من اللي واقفين. مش بس كده، الجثث كلها كان فيها على وشهم علامات الخوف بشكل مرعب، عينيهم مبرقه ونظرات عينيهم كلها رعب وخوف وذل، بتقول ان اللحظات الاخيره في حياتهم كانت مؤلمه ومرعبه بشكل مخيف، وكانهم ماتوا من كتر الخوف مش من حاجه تانية. حتى الكلب اللي لقوه على السفينه كان في وضع مرعب ومخيف، كانت سنانه مكشوفه وباصص للسما كانه كان خايف جدا من حد بيهاجمه وعمال يهوهو عليه. كل الخوف والرعب اللي كان على وشوش الجثث اتنقل على وشوش افراد السفينه سيلفر ستار، وفي لحظه راح مفعول حبتين الجرار. بداوا يبصوا لبعض في ذهول، والصدمه قفلت بق كل واحد فيهم. وفي طريقهم لغرفة القيادة بيلاقوا باقي الطقم بتاع السفينة المشؤومة مرمي بنفس الوضع ونفس العلامات، برضه كأنهم بيتخانقوا مع كائنات مجهولة محدش قادر يحدد هي كانت ايه. يكملوا بحث جوه السفينة اورنج ميدان على امل انهم يلاقوا حاجة تبين لهم ايه اللي حصل، او يلاقوا اي دليل يوصلهم لحل اللغز. فبيلاقوا الشخص اللي بعت الاستغاثة مرمي ومكفي على جهاز الارسال وصباعه موجود عليه ومات على نفس الوضع. بينزلوا لغرفة المحركات والغلايات، واللي المفروض بسفينة زي دي تكون حر جدا لانها ما فيهاش تهوية كفاية، ده غير ان الجو الخارجي كان 37 درجة مئوية. لما بيدخلوا غرفة الغلايات بيتفاجئوا ان الجو ما كانش سخن ولا دافي، لا ده كان برد بشكل غريب. واحد من افراد سيلفر ستار قال ان درجة الحرارة في غرفة الغلايات والمحركات كانت كام بقى؟ كانت حوالي 5 درجة مئوية، يعني الجو تلج مش دافي حتى. وبيلاقوا جثث تاني من افراد السفينه اورنج ميدان ماتوا بنفس الطريقه المخيفه وعلى نفس الوضع. والظاهر كده ان المحركات حد طفاها وما كانش فيه اضرار في اي جزء من اجزاء السفينه. حتى كل الجثث اللي ماتوا بشكل مخيف بعد الخناقه مع الكائنات المختفيه ما فيهمش اي اصابه خطيره، والجثث كلها كانت سليمه ما فيهاش اي جرح ولا خدش. فبيقول قبطان السفينه سيلفر ستار يابا حلو قوي لحد كده، احنا نسحب السفينه والخبراء بقى يدعبسوا براحتهم وهم يقولوا لنا ايه اللي حصل. وبالفعل ربطوا حامي السحب وخلاص هيتحركوا عشان يكتشفوا ان الغموض لسه ما انتهاش. بيخرج فجاه دخان كتير جدا من اورنج ميدان ولحظات، وكانت اورنج ميدان بتنفجر بقوه رهيبه لدرجه وصفها احد افراد سيلفر ستار وقال ان الانفجار رفع السفينه من قلب الميه ونزلت حتت وغرقت بسرعه جدا. قبل ما تسرح بخيالك وتفكر الناس دي ماتت ازاي او شافوا ايه قبل ما يموتوا، خلينا اصدمك كام صدمه كمان. السفينه اورنج ميدان ما كانتش متسجله في اي سجلات في اي مينا، ولا معروف هي كانت محمله ليه ولا رايحه فين. وده كان اكبر سبب اللي بيعتمد عليه الناس اللي شككت في القصه بتاعتنا وبيعتبروها قصه اسطوريه. بس برضه قبل ما تطفي عقلك وتقول لخيالك باي باي وتطفي منبهك وتنام عشان تصحى بدري عشان تروح شغلك، خليني اصدمك كام صدمه كمان. مش يمكن اورنج ميدان يتشارك من السجلات فعل فاعل، وان في حد او منظمه او حكومه ليهم مصلحه من اختفاء اورنج ميدان من السجلات؟ وده اللي نشر باحث الماني قضى سنين كتير قوي بيدور وبيدعبس في حقيقه السفينه اورنج ميدان، في مقال نشر سنه 1953 بعنوان سفينه الموت في البحار الجنوبيه. وقال في المقال ده ان اورنج ميدان كانت بتنقل مواد غير قانونيه زي النيتروجليسرين او سيانيد البوتاسيوم، ودي مواد تستخدم في الوقت ده في صنع الاسلحه الكيماويه المحرمه دوليا. وقال ان وارد جدا يكون حصل تسريب في المواد دي، وهو ده اللي تسبب في طريقه الموت البشعه اللي حصل لافراد السفينه. وكمان طلعت اصوات كتير بتقول ان السفينه كانت محمله غاز الاخصاب المحرم دوليا من اليابان متجه لامريكا، وعشان كده تم حذفها من السجلات او عدم تسجيلها اصلا. بس الاحتمال ده هيخلينا نسال سؤال مهم: لو حصل تسريب من الغازات او مواد الخطر دي على السفينه، ليه الطاقم بتاع سيلفر ستار لما جه ما حصلهمش زي ما حصل للناس بتاعت اورنج ميدان؟ وارد تكون الغازات اتبخرت والمواد دي خلصت على ما هم جم، او وارد يكونوا تعرضوا بس وقت قليل بالتسريب مقارنه بالطقم بتاع اورنج ميدان. وارد كمان يكون سبب تاني خالص، زي ما في ناس خيالهم فضائي شويتين وبيتفرجوا على افلام مارفل كتير وبتاع وفضاء وكده، وقالوا ان الطقم بتاع اورنج ميدان اتعرضوا لهجوم من كائنات فضائيه، وده بيفسر عندهم الخناقه اللي الجثث كانت فيها مع حاجه في الهواء. او الاحتمال الاكثر رعبا ان الطقم ده بتاع اورنج ميدان اتعرض لهجوم من الجن والاشباح اللي ظهروا للطقم بتاع اورنج ميدان على هيئته وهاجموا الطاقم لحد ما ماتوا من الخوف والرعب. او يمكن يكون سبب تاني خالص محدش قادر يوصل له لحد النهارده. سيبك لخيالك وشوف ايه اللي حصل مع اورنج ميدان. لو عندك اي تصور يا ريت تكتب لي في الكومنتات. لو حابب
اتكلم عن حاجه معينه الحلقه الجايه، يا ريت تعرفني برضه في التعليقات. بس كده، اشترك على القناه، لايك وشير، واشوفك على خير.